موظفون الوزارات 14 وزارة خدمية خرجنا نطالب بتعديل سلم الرواتب، لأن سلم الرواتب غير عادل ولا يضمن حقوق العيش الكريم. وهناك وزارات رواتبها عالية جدا ورواتب متدنية، وأنا بالنسبة لي موظف بالتربية راتبي 400,000 وخدمتي 11 سنة، وعندي أطفال وعندي إيجار وعندي لا أتمكن أملك دار سكن وساكن في العشوائيات، لا أستطيع أن أدفع إيجار سكن ولا أقدر أشتري قطعة أرض، و11 سنة راتبي 400,000. 400,000 وين تصير يعني للأطفال، للإيجار، للكهرباء، للمولد، المن انطيني 400,000 وخدمتي 11 سنة. ابني لا ما مشمول، ابني صغير ما مشمول بهذا، ما يقدر. أبناء الوزراء والمسؤولين أنا أناشد فقط شخص واحد، أناشد السيد محمد السوداني رئيس الوزراء المحترم، لأن هو ابن طبقتنا ويحس بينا وهو إنسان نزيه وبسيط وشريف، أن يدير باله على الرواتب الموظفين هاي المتدنية ويحس بمظلوميتنا. يجيك رئيس جمهورية ما يعرف يؤدي البروتوكول الدولي ياخذ 65 مليون، هو ما يعرف يستعد سلام الجمهوري، ما يعرف له. وأنا موظف إداري آخذ 400,000 وهو ياخذ 65 مليون و4 سنوات ويطلع تقاعد. صراحة احنا اليوم طلعنا آلاف الموظفين، واحنا الموظفين بالذات موظفي ديوان محافظة واسط اللي هم ما يقارب بال10,000 موظف تقريبا هيك شيء. بصراحة احنا رواتبنا 170,000، كنا عقود رواتبنا 350,000، ومن كنا عقود خدمتنا 9 سنوات 9 سنوات عدل. ثبتنا وفرحنا بهذا التثبيت، يعني بشرفكم بالله عليكم 170,000 بيتي إيجار. هذا العيد اللي مر علينا وشهر رمضان كله مر علينا، كفيكم العباس عندنا ناس عشاء ما تتعشى، غدا ما تتغدى، ملابس جالهم ما عندهم، هذا العيد كله ما طالعين. فاحنا نناشد الشرفاء وناشد مجلس الوزراء والبرلمان بالتصويت على تعديل سلم الرواتب للموظفين. جزاكم الله ألف خير. أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية قال لي سلم الرواتب الجديد يكلفنا ما بين 8 إلى 11 تريليون. فرئيس الوزراء اللي من كان خارج السلطة طبعا عنده دراسة يقول نقل الرواتب من المدير عام فما فوق كلفنا بالشهر الواحد 500 مليار، يعني بالسنة 6 تريليون، وبإمكانه 6 تريليون يسويها 10 تريليون. اكو امور اخرى هم يعرفوها كل زين. الناس اللي دخلت الدولة العراقية بعد 2003 مستشارين، رؤسات 3، برلمانيين، وزراء، اعضاء مجالس محافظات، 4 سنوات ياخذ راتب كامل. بالامكان من ذولا يطلع له 11 تريليون لهاي الناس البسطاء. باعوا شعبكم وين عايش وانتم وين عايشين.